عندِك بقى بتنجان كده ومش عارفة تعملي بيه إيه ودِبِل وخلاص قرّب يترمي، لأ اوعي ترميه، هاتيه كده وتعالي اغسليه ونضّفيه كويس جدًا ونشفيه وابتدي قطّعيه بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، هنعمل طريقة حلوة جدًا، بسيطة كده، حاجة بجد مش هتاخد في إيديكِ 3 دقايق وكل اللي هياكلها يسألِك أنتِ عاملاها إزاي، سمي بالله وصلّى على الرسول، ويالّا هنقطّع البتنجان لمكعبات كده وندّي له معلقة من الملح ونحطه في مصفى ونسيبه لمدة نُص ساعة. بعد نُص ساعة نحط له معلقتين كبار من النشا ونقلّبهم بالشكل ده، وبعد كده نركنهم على جنب. بعد كده هاجيب طاسة هاحط فيها معلقة كبيرة من الزيت وفصين 3 من التوم مهروسين، وهابتدي إن أنا أدّيهم تشويحة. بعد كده هانزل ب3 حبّات من الطماطم متقطعة مكعبات صغيرة، عليهم فلفل حامي وبارد، وهاقلّب كل الكلام ده كده كويس مع بعضه. وبعد كده هادّي له معلقة كبيرة من الصلصة، وبعد كده نقلّب كمان تاني. هاسيب لِك تطبيق حلو أوي بقى حمّليه عندِك عليه وصفات كتير بدون إنترنت، هاسيبه لِك تحت في التعليقات. هنا حطيت فلفل أسود وكمون وملح وبابريكا ومعلقتين من الخل، واديتهم تقليبة كده. بعد كده بقى حمّرت البتنجان بتاعي ونزلت بيه، تقدري تحطيه في الفرن أو تحطيه في الair fryer اللي أنتِ عايزاه، ادّي له تقليبة كده، هي تقليبة واحدة يا دوبك بس كده يغلي، وبعد كده هابتدي إن أنا أطفي عليه النار. وبجد الطريقة دي حلوة أوي، اعملوا share ولايك وما تنسوش تصلّوا على النبي.